ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ قمت بقى النهارده متاخر، راحت عليا نومه، قلت لا ما بدهاش، عايزه اعمل لهم بقى فطار كده في اقل من نص ساعه. فدخلت كده التلاجة والفريزر بتاعي، قلبت فيهم وطلعت الحاجات اللي هي منجزه اللي ما بتاخدش معايا وقت. فيلا بينا على الفيديو نشوف عملنا ايه. دي البيتزا اللي هي السوبر سوبريم بتاعت السنبله. تمام. ودي اللي هي البيتزا الدجاج البريمير. تمام. المفروض ده يبقى شكلها والمفروض ده يبقى شكلها، بس هي نفس المكونات اللي موجوده فيها. ملاحظه ان هي موجود هنا يعني في دجاج اهو، وفي قطعه مشروم، وفي مشروم تاني اهو، في مشروم، في زيتون، وفي فلفل مقطع صغير، وفي موتزاريلا، ومن تحت في صلصه. تمام. هنا بقى في بيبروني موجود اهو، ومشروم، وفي زيتون، في فلفل برضو، وفي موتزاريلا. بس اللي ملاحظاه ان يعني الموتزاريلا تبان ان هي كتيره، بس مش عارفه، احنا بنحب الموتزاريلا اكتر من كده. هنا الموتزاريلا محطوط عليها اعشاب، يعني انا شايفه الاعشاب هنا تقريبا محطوط بقى زعتر، ريحان كده يعني. تمام. فممكن ايه ازود لها موتزاريلا احتياطي، ان احنا بنحب الاجبان في البيتزات. تمام. دي كان عليها عرض في العصيم واحده، وعليها واحده، او واحده الواحده نازله بنص السعر، مش فاكره يعني، بس هما المفروض 2. تمام. فانا نوعت، خدت واحده سوبر سوبريم والتانية اللي هي الدجاج البريمير. فتعالوا نجرب ونشوف ايه نتيجة التجربة. مكتوب بقى ان هما بيطلعوا من الفريزر قبلها بنص ساعة في درجة حرارة الغرفة عشان يفكوا، وبتتسوى من 8 ل 10 دقايق على حسب الفرن بتاعكم. تمام. ومكتوب على العجينة ان هي عجينة رفيعة. تمام. يعني مش حاساها رفيعة اوي، حاساها عادية وسط. تمام. فتعالوا نشوف بعد ما ندخلها الفرن. هزود بس الاول موتزاريلا، واشوف لما ندخلها ايه الفرن. زودت هنا شويه موتزاريلا، دي على حسب الرغبه يا جماعه، احنا بنحب الموتزاريلا كتيره في البيتزا. تمام. وزودت هنا برضو. تمام. فيلا بينا بقى ندخلهم ايه الفرن كده، ونشوف ايه الاخبار. كده الحاجه بقى في الفرن، نستودع على الله بقى كده ونشوف الدنيا اخبارها ايه. انا حطيتها على درجة حرارة 200 او 220، فنشوف هتاخد وقت قد ايه. انا مشغله بس الفرن من تحت، لو ابتديت احس ان الاطراف ابتدت مثلا تطرى كده او تاخد لون، هبتدي ايه اشغل الشوايه، عشان انا خايفه اشغل الشوايه الجبنه والحاجه من فوق تسيح وهي لسه العجينه نفسها من جوه ما استوتش. بصوا، انا اول مره هستخدم الرفين. تمام. حطيت فوق بطاطس اهي فرن، وحطيت تحت ستريبس. تمام. وتعالوا بقى نجرب ونشوف الاتنين هيستووا مع بعض ولا لا. السبيد حطيتها هاي، والفانكشن على الاير فراير. تمام. ودرجه الحراره خليتها 200. وتعالوا ايه ندخل كده. قفلنا الباب كده. تعالوا بقى ايه نظبط على 10 دقايق اهو. اول ما قفلنا الباب بينور كده. تمام. بس نستودعهم بقى ايه من ظهر الذي لا تضيع ودائعه. المفروض ان انا لما عملت البطاطس لوحدها قبل كده اخدت 10 دقايق، وقلبتها على الناحيه التانية، ونفس الكلام الستريبس، بس الستريبس اخد 15 دقيقه على ناحيه، بس الناحيه التانية ما كملش اصلا ال5 دقايق، يعني ال10 دقايق دي انا اديتها له كده ايه زياده كمان بالحب يعني. تمام. هي ما شاء الله بتشتغل من فوق ومن تحت، فبتظبط اللون. فما نجرب بقى كده ان الرفين موجودين، نشوف الدنيا اخبارها ايه. انا نزلت البطاطس من الرف اللي فوق للرف اللي في النص، عشان برضو يعني ايه ما تتحرقش. يعني انا مش عارفه ما تبقاش قريبه قوي من البتاع اللي فوق ده، فتخليها ان هي ايه تتحرق. تمام. فانا حطيتها كده، وما نشوف. المره اللي فاتت كنت حاطه مع البطاطس ميه عشان البطاطس تفضل محافظه على الطراوه بتاعتها. المره دي ما حطيتش، فهنجرب برضو التسويه بتاعتها اخبارها ايه من غير ما نحط في الصينيه ميه. ودان ده يعني اختراع يا كوتش،
ده البديل بتاع الفيمتو يا جماعه، مش بيجيب الفيمتو، ده البديل بتاعه. ما كنتش راضيه اطلع اقول لكم عنه الا لما اجربه. هو يعني الفيمتو مش فارق عنه الهفوه خالص، يعني في بدايل بيبقى طعمه مختلف، لا ده هو لدرجه ان انا شاكه ان مغيرين اسم المصنع بس مش اكتر، او خط الانتاج، انما هو نفس المصنع يعني، انما الماركه مختلفه معرفش يعني، بس هو مش فارق عنه هفوه خالص. وكنت شايفه برضو الناس بتشتري المنتج ده اسمه نونو، ما جربتش انا نونو برضو، بس لقيت ما شاء الله مشترين منه كميات يعني. تمام، فتعالوا بقى ايه نعمل ودان كده ونشوف الدنيا عامله ايه. بصوا بقى مشبره تلج كده، تمام، وننزل بقى ايه. في ناس بتحط بس كده شويه منه مجرد ان هو يلون وهم يحطوا له السكر. انا بحطه يعني ان هو ايه منه فيه تحليه منه فيه، ما بحتاجش ان انا احط له ايه سكر. تعالوا بقى ايه نقلب، ولما بحس ان هو طعمه لسه مش ظابط بزود تاني عصير، ما بزودش سكر، ما بحبش احط عليه سكر خالص. نقلب تمام. في بقى بيحط عليه شرايح من الليمون وشرايح نعناع، وبيحطوا عليه سبرايت اللي هي البديل بتاع كنزة. تمام، نجرب برضو الحاجات دي ونشوف الاخبار ايه. بصوا ولونه بيبقى عامل زي التمر كده. تمام، هزوده سنه بس عشان خاطر ايه اللون بتاعه يظبط. انا من درجة اللون ببقى عارفة هو محتاج تاني ولا لا، ولو احتاجنا عادي الازازة موجودة وبنزود عليها وخلاص على كده بس. ادي الودان المشروب بتاعنا. للي مجربوش اصلا هو تيبيكال التمر يا جماعة، التمر في مصر هو الودان، التمر الهندي اللي احنا بنشتريه كده مشروب من الشارع من عند الراجل، هو الطعم ده بس كده. ال10 دقايق بتاعتي الاولانيه خلصت، وحاسه ان اللون مش افضل حاجه. تمام، يمكن الستريبس من تحت ابتدى يحمر. تمام، مش عارفه اطلعها بقى فوق ولا اظبطها على 10 دقايق كمان. خليها وسط كده واظبطها على 10 دقايق كمان. تمام، 10 دقايق. انا بجرب معاكم يا جماعه لحد ما نوصل للتسويه اللي احنا عاوزينها. تمام، بعد ما ال10 دقايق خلصت انا كنت زودتها من 200 ل 230. تمام، ادي البطاطس بتاعتي اتحمرت وتمام التمام. هخرجها بقى ونشوف بقى الستريبس بتاعها. ما شاء الله اللهم بارك، متحمره من الجنبين كمان اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه، تسويتها مظبوطه خطيره. متهرفشه ازاي، طريه من جوه. نحط له بقى ايه الملح بتاعها، بحب عليها ايه شويه ملح شويه فلفل اسمر بس كده. بصوا شبه استوت. انا هقلبها بقى على الناحيه التانية وهرفع الصينيه اخليها في الوسط. تمام، عشان تكمل ايه سواها مظبوط. هي كده قعدت تلت ساعه. تمام، بس على نفس يعني الناحيه. تمام، وكنت حطاها لتحت، فهنقلبها الناحيه التانية. بصوا ان انا شايفه اللون بتاعها خلاص يعني شبه استوت. تمام،
برضه هرفعها في النص وهحطها ايه 10 دقايق بس. ممكن ما اقعدهاش 10 دقايق، يعني ممكن ايه اكتفي بيها بعد 5 دقايق بس. هوريكم يعني لو قعدتها 5 دقايق هقول لكم قعدتها 5 دقايق، قعدتها 10 دقايق هقول لكم قعدتها 10 دقايق. تمام. هي درجه الحراره بتاعتنا على 230 هي اعلى حاجه، وهحطها 10 دقايق اير فراير. والسبيد بتاعت المروحه او الهواء السخن هاي. تمام. بصوا بقلب على الناحيه التانية اهو. تمام. اللهم بارك، يعني شبه مستويه من الجنبين بس ايه زياده تاكد برضو. تمام. هقلبها كلها وهحطها تستوي زي ما قلت لكم. تمام اهو. اللونين مختلفين عشان ده حار يا جماعه وده بارد. تمام. فهي تسويتها مظبوطه ولا ما فيهاش مشكله، بس لون الاستريبس نفسه مختلف من الحار للبارد. تمام اهو. اهو خلاص كده قلبنا كل الكميه. تمام اهو. المره اللي فاتت عملناها على الشبكه، المره دي عاملاها على الصاجه اهو. حاطه ورق الزبده. تمام. ورفعت الصينيه من الرف التحتاني للرف الوسطاني. درجه حراره 230 اير فراير. تمام. السرعه هاي، وحطيته على 10 دقايق زي ما انتم شايفين كده. هقفل، بمجرد ما اقفل بينور وبيشتغل. تمام. ونسيبها بقى تعيش حياتها ونشوفها هتكمل ال10 دقايق ولا قبل ال10 دقايق هتكون خلصانه. ولو كملتها ما عنديش اي مشكله، لان انا عملت كده في النص ساعه هبقى عملت البطاطس مع الاستريبس وكميه كبيره ما شاء الله. القلايه عندي التانية ما كانتش بتاخد الكميات دي كلها مع بعض، يعني اللهم بارك. يعني ان هي كانت كبيره بس يعني ما فيهاش تقسيمات، ما فيهاش طبقات، فكنت بملى الارضيه بتاعتها وخلاص. على كده لما تستوي الحاجه بقى اللي فيها خالص ابتدي اشيل واحط غيرها. كان معاها منظم كده بيقسمها نصين، بس هي صغيره، يعني هي صغيره. فانا لو حطيت احط برضو شويه بطاطس صغيرين جدا وشويه ستريبس صغيرين، فما كنتش هبقى استفدت بالمساحه بتاعتها. المساحه بتاعتها تعمل لي فرخه كامله على بعض، تعمل لي الستريبس ده بس لوحده، تعمل لي البطاطس لوحدها، لكن ما تعملش الحاجتين مع بعض. تمام. بس اهو اللهم بارك. فهي كده عايشه حياتها. نسيت البيتزا في الفرن، حرقتها ولا نسيتها خالص. قاعده حاطه حاجات في الاير فراير، عماله اتابع الحاجات في الاير فراير ونسيت البيتزا. الحمد لله ما اتحرقتش، الحمد لله الحمد لله. هي كانت عايزه طبعا تاخد وقت تسويه اقل من كده، بس شغال الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بصوا يا جماعه بعد 5 دقايق بس فقط لا غير. بصوا عملت ازاي، لونها عامل ازاي. تمام. هحطها تكمل 5 دقايق التانيين كمان عشان احنا بنحبها متحمره اكتر من كده كمان سنه. بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله. تعالوا بقى نحط الكلام ده في الطبق. بسم الله مبارك. جنبين مستغرب جدا من اللي بيحطوا الحاجات الاستريبسات والحاجات دي ويدولها يعني رشه زيت. هي اصلا فيها زيت يا جماعه، انتوا بتحطوا لها زيت ازاي تاني يعني مش عارفه. بصوا الارضيه بتاعت ورقه الزبده من غير ولا نقطه زيت وهي منزله الزيوت دي. ازاي بيجيلكوا قوي بترشوا عليها زيت يعني ازاي؟ ما مش عارفه بصراحه. بس يا جماعه اللهم بارك. ادي الاستريبس بتاعنا اهو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. مستوي من الجنبين. تعالوا سخنه قوي، نار بصوا التسويه بتاعته من جوه ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. خطير. وينك حتى تتعلم لا تمشي طرق مختصره. اوكي خلي الطريق المختصر في ايدك حاليا. وين اروح من ناحيه ليش؟ اوكي بعد الفطار
برجع الحاجة كده زي ما كانت، اشوف ايه اللي عايز يتروق. بشغل المكنسة بتاعتي. البرنامج بتاع الشكري ده خطير خطير خطير. ده بيتكلم عن حلب. الحلقة دي حلوة قوي عن حلب، وكان سبحان الله قبل الحلقة دي يعني كان بيصور مع واحد حلبي كده بتاع مصنع في الصين، ونجحوا في الصين. وسبحان الله 43 يوم بالظبط وقامت الثورة، والراجل رجع صور معاه تاني في الصين. الله في حلب. اللهم بارك اللهم بارك. يعني ده المصنع بتاعهم من هناك بقى في حلب، وبقى بيحكوا بقى ايه قصة نجاحهم في الصين ورجوعهم دلوقتي لحلب. تمام ماشي. شربت القهوة بتاعتي اهي بقى. تمام. بدخل على المطبخ بتاعي. ما فيهوش حاجات كتير عايزة تتشال. يعني ده كيس بتاع مقرمشات، ده العيش. يعني ما فيهوش حاجات كتير عايزة تتعمل. تمام. هي بس الايه الصينيه دي انا حطاها نقعاها، وادي القهوه بتاعتي انا وطارق، كوبايه الميه. الحاجات دي بس اللي عايزه تتغسل. تمام. حطيت غسيل بقى في الغساله نشغل عليه. انا كنت مدياله دوره غسيل، هديله دلوقتي ايه دوره تجفيف اللي هي دراي سايكل، دوره التجفيف هشغلها. هو بقى ايه يعيش حياته بقى ايه دلوقتي. تمام. يجفف لي بقى ايه الغسيل. بس كده هصبن بقى المواعين دي دلوقتي، ويبقى كده ايه المطبخ بتاعي جاهز من هنا لحد السحور بقى ان شاء الله. تعالوا ايه نجهز المشروب كده عقبال ما الغسالة بتاعتي تخلص. ده شاي بالتوت، وده بسكر الدايت بتاعي. تمام. تعالوا ايه نجهز المشروب بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده المشروب بتاعي خلصان اهو. ناخده كده بقى ونقعد ونشرب ونتفرج بقى ايه على اي حاجه. اكمل البرنامج بتاع شكوري. تمام. او اي بقى مسلسل. قولوا لي انتوا بتتابعوا مسلسلات ايه. انا عن نفسي بشوف المداح واشغال شقه جدا. هم دول بس اللي انا بتابعهم في رمضان كله. تمام. وساعات يعني بشوف رامز ايلون ماسك ده، واحنا بقى بنتسحر كده بنشغله كده ايه في الخلفيه يعني. تمام. يلا نشيل ده كده وتعالوا ايه نقعد نكمل البرنامج بتاعنا. عايزه اقول لكم ان سوسو عامله لها قاعده هنا، يعني كرسي بالحاجات بتاعتها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نقعد ايه نكمل البرنامج بتاعنا. الحقيقة هذا كله طبعا كمية الدمار اللي حصلت إحصاءات ما هي واضحة، ولكن على الأقل 200,000. أنا فكرت شوية مفيد جدا لأي تجربة بشرية أنها تستفيد خطير وبرنامج أخطر بكتير يعني.
ياخدوا مني فلوس. بس ما بيعرفنيش غير عشان الفلوس. يعني فويس من اليوم عايز يكتب ديفاين.